السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل كفتة الاقتصادية والموفرة، كفتة الرز. هنعملها كده بطريقة جميلة وناجحة إن شاء الله. معانا المكونات، معانا ربع كيلو لحمة وربع كيلو رز، دقيق رز يعني. الرز عملناه ازاي؟ جبنا الرز عادي، جبنا ربع كيلو وطحناه في مطحنة الخلاط اللي هي بنعمل فيها الملح وبنعمل فيها الشطة والتوابل وكده. طحناه كده طحنة ناعمة ونخلناه بالمصفى. بقي معانا كده دقيق. لو انت كده عندك ممكن تشتري دقيق الرز جاهز، يبقى ماشي كده تمام. تشتري ربع كيلو دقيق رز. ومعانا هنا بصلتين متوسطين متقطعين كده قطع مكعبات يعني كبيرة. ومعانا هنا كزبرة، كمون، فلفل، ربع معلقة بيكنج باودر، معلقة بهارات، معلقة صغيرة ملح. ومعانا ربع كوباية مية. ومعانا هنا كزبرة وبقدونس وشبت، كل حاجة كده حزمة كده تمام. كده هنبدأ. طبعا كده معانا 10 فصوص توم. هنبدأ كده الأول بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول هننزل كده البصلتين والعشر فصوص توم في الكبة وهنضربهم الأول وهنرجع كده تاني. طبعا بعد ما كده فرمنا البصل والثوم فرمة ناعمة، هنبدأ كده ننزل الخضرة بتاعتنا. طبعا كده وهننزل دقيق الرز زي ما قلت. لو عندك كده ممكن تشتري دقيق الرز جاهز يبقى تمام. لو مش متوفر عندك زي ما قلت تجيبي كده ربع كيلو رز وتطحنيه كده طحنة ناعمة وتنخليه بالمصفى. طبعا كده نزلنا الرز والخضره اللي هي كزبره وبقدونس وشبت والبصل والثوم. هننزل كده البهارات بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل وكمون وكزبره وبهارات مشكله والبيكنج باودر اللي هو ربع معلقه. طبعا كده هننزل ربع كوبايه الميه وهننزل اللحمه. طبعا هناخد الكلام ده كله وهنضربه ضربه كده كويسه. ادينا كده هنشغل بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا نفرمهم فرمه جامده جدا كده لغايه لما يبقوا ناعمين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده كفته الرز بعد كده معانا جاهزه وفرمناها فرمه ناعمه جدا 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 وكويسه. طبعا هي كفته الرز اللي هي كانت عباره عن ربع كيلو لحمه وربع كيلو دقيق رز وعليه كده حزمه كزبره وحزمه بقدونس وحزمه شبت، وكان عليه ملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمون ومعلقه بهارات مشكله وربع معلقه بيكنج باودر وكان ربع كوبايه ميه. وممكن كده لو الكبه معاكي يعني ما لقيتيها كده ما بتشتغلش سنه ممكن تزودي ربع كوبايه تاني، بس الاحسن يعني انك انت يبقى ربع كوبايه بس. طبعا كده وفرمناهم فرمه ناعمه وبقوا معانا بالشكل ده. شايفين كده ربع كيلو بسم الله ما شاء الله عملنا كميه قد ايه. وزي ما قلت دقيق الرز لو مش متوفر عندك تطحني كده ربع كيلو رز عندك في الخلاط بس يكون تطحنيه ناعم جدا 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 يبقى دقيق. طبعا كده هنبدأ نعمل صوابع بالشكل ده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده باخد مسحة مية في الجوانت عشان ما يلزقش مني. انت طبعا كده في البيت هتبقي بايديكي وكده يبقى على راحتك. كفتة توفير. طبعا ممكن تعملي الصباع اصغر من كده او اكبر من كده على حسب الحجم اللي تحبيه. طبعا كده بسم الله ما شاء الله طلعت لنا كمية كبيرة جدا 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 كأنك كده عاملة 2 كيلو لحمة مش ربع كيلو لحمة كفتة. طبعا كده حاجة موفرة كده وحاجة كده بتعمل لك كمية كبيرة خصوصا كده للناس بتروح الشغل. ممكن تعمليه كده مرة في الاسبوع تفضل معاكي طول الاسبوع بالشكل ده.
طبعا كده بالشكل ده بالراحه. طبعا انت ممكن كده تعملي الكميه، لو لقيتيها كبيره ممكن كده تشيلي منها يعني في الفريزر عندك. طبعا كده معانا زيت سخن، هنبدا كده ننزل الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا كده خلاص كده الطاسه معانا اتملت، كده هنسيبها تتحمر كويس عشان كده تستوي، نتابعها كده مع بعض. طبعا كده خلاص كفتة الرز كده معانا استوت زي ما انتوا كده شايفين، واتحمرت مش مكتومة ولا اي حاجة. الناس اللي بتقول كفتة الرز بتطلع معايا مكتومة، جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. طبعا كده هنشيل كل الكمية وهنبدأ نعمل الصلصة. طبعا كده هنبدأ نجهز الصلصة اللي هي معانا كده معلقة سمنة او زيت في الحلة، هننزل فيها كده بصلة صغيرة مفرومة وهنفضل كده نقلب فيها. هننزل كده الملح بتاعها. طبعا احنا ما عملناش كل كمية الكفتة اللي احنا عملناها قدامكم، مش كلها قليناها، احنا قلينا جزء بقى منها وشيلنا الباقي. وزي ما قلت اهم حاجة تكون متأكدة ان دقيق الرز بتاعك لو هتعمليه في البيت يكون ناعم جدا، يكون كده شبه الدقيق العادي، يكون نفسه يعني تطحنيه طحنه ناعمه وتنخليه عشان كده المقادير تطلع معاكي مظبوطه. وعشان طبعا الكفته كده ما تطلعش مكتومه منك، اهم حاجه لو هتعملي الرز في البيت تطحنيه ناعم، طحنه ناعمه جدا لدرجه ان هو يبقى كده دقيق عندك، تنخليه نخله كويسه. واهم حاجه سنه البيكنج باودر عشان كده يطلع من جوه مش مكتوم، يبقى هش وجميل. طبعا معانا كده حوالي نص كيلو طماطم معصوره او ازيد شويه لو انت حابه الصلصه كتيره. طبعا كده معلقه ثوم اضافه لو حابه تضيفيها، بس بتديها كده طعم وريحه بيبقوا جمال جدا. طبعا كده الطريقه دي جميله جدا، من اروع كده واجمل الطرق وانجحها اللي انا بعملها لكفته الرز. طبعا دي الطريقه دي طريقه ماما، ربنا يديها الصحه يا رب. طبعا كده هننزل عصير الطماطم. طبعا انا بحب البصله لونها كده، لو انت حابه تزوديها اللون عن كده سنه براحتك، دي حاجه ترجع لك، بس هي طبعا كده هنبدا ننزل التوابل بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كزبره، فلفل اسود، رشه كده بسيطه كمون. طبعا كده وهنقلب كده كويس، وهندي كده معلقه صلصه عشان التسبيكه بتاعتنا يبقى لونها كده جميل. طبعا كده معلقه الصلصه، وهنسيبهم كده يتسبكوا شويه، بعد كده هننزل فيهم الكفته. طبعا كده الطماطم بتاعتنا اتسبكت، كده هنبدا ننزل الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده نزلنا كميه الكفته اللي احنا عملناها، دي ربع الكميه اللي انا عملتها قدامكم وشلت الباقي. كده عملنا حله كده كبيره وجميله ازاي. طبعا دي اضافه انا بحبها كده يعني سبايسي شويه، قرن فلفل حامي ممكن ما تضيفوهوش. طبعا كده هنسيبها تاخد كده تسبيكه حوالي كده 10 دقايق ونطفي من تحتها النار. طبعا كده الكفته بتاعتنا استوت، شايفين كده ازاي من غير ما تفك ولا اي حاجه، كده تمام. طبعا شايفين كده ولا كشت ولا اي حاجه، شايفين كده الصابع بسم الله ما شاء الله زاد. شايفين كده لون الصلصه جميل وبتلمع كده، حاجه كده يعني تفتح النفس على الاكل كده، حاجه كده عظمه. طبعا كده هنطفي من تحتها النار. طبعا كده خلاص الكفته كده بتاعتنا جاهزه. طبعا دي مش كل الكميه اللي احنا سويناها وكانت في الحله دي، كده يعني ده ربع الكميه يعني. طبعا كده بسم الله ما شاء الله يعني ربع كيلو اللحم على ربع كيلو الرز. دي الرز يعني كده عمل كميه يعني كده مهوله، يعني ممكن كده تملي حله كبيره جدا بيه، بس انا كده عملت نص الكميه، وده برضو نص الكميه اللي انا عملتها او ربعها زي ما انتوا كده شفتوا. شايفين كده لون الصلصه، شايفين كده جميل ازاي. طبعا كده عملنا رز حبه وحبه جنب الكفته بيبقى جميل معاها. الكفته كده بتاعتنا جميله وريحتها جميله جدا.
زي ما انتوا كده شايفين الكفتة بتاعتنا مستوية كده، شايفين كده مش مكتومة ولا اي حاجة، وكده جميلة كده من جوه ومستوية ومش ناشفة برضو كده، مع شوية كده صوص مع الرز والكفتة دي كده تبقي عملتي احلى واجمل كده اكلة تفضل معاكي اسبوع تاكلي منها، وجميلة وسهلة وسريعة وموفرة كده. لو عندك عزومة تبقى كده جميلة جدا جدا الكفتة دي، بتعمل لك كده كمية كبيرة جدا. يعني اللي شفتوه ده اللي انا عملته ربع لحمة وربع دقيق رز، امشوا على الخطوات اللي انا عملتها بنفس الطريقة هتطلع معاكم احلى واجمل كفتة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.